السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمل من قناة طبختك مع أمل. اليوم حنعمل شوربة لسان العصفور. شوربة لسان العصفور بالكويكر. نشوف المقادير معانا. عندي هنا تقريبا 5 ملاعق شوربة لسان العصفور. هحط لها شوية زيت وهحمسها على النار لما يصير لونها ذهبي. عندي هنا حبة بصل مقطعة، فص ثوم مطحون، وعندي هنا دجاج. انا هاخد نص الكميه هذه، هستخدم نص الكميه في حاجه تانية. مفروم طبعا ناعم، او ممكن لو عندك دجاج، لو عندك زايد دجاج من مثلا من طبخه، ممكن تفتفتيه صغير صغير او تفرميه، وممكن يستخدم في الطبخه هذه. انا ما عندي فحطيت الدجاج فريش يعني طازج. وعندي هنا 3 ملاعق كويكر، وعندي هنا حبه طماطم مفرومه مع ملعقه صلصه، وعندي هنا البهارات: نص ملعقة فلفل أسود، نص ملعقة كمون، نص ملعقة ملح، وعندي هنا ملعقة من بديل الماجي، أو إذا حابة مكعب ماجي. ونبدأ نشوف المقادير مع بعض. أحط لسان العصفور. لسان العصفور هذا طبعا عبارة عن مكرونة صغيرة، شوفوا. طيب أحط ملعقتين زيت وأحمسه على النار لما يصير لونه ذهبي. لما يتحمص يا بنات، هحط شوية زيت هنا في القدر، وهحط البصل. هنا حطيت شوية زيت وحطيت البصل. اشوح البصل على النار لما يدبل. هنا لسان العصفور يا بنات تقدروا يعني في طريقتين، تقدري تحمريه، وتقدري كمان تستخدمين بدون تحمير، لكن انا افضل التحمير صراحه. التحمير لسان العصفور يعطيها طعم، يعطيها نكهه وطعم في الشوربه مره لذيذه. بدات الشوربه هنا، شوفوا بدا لسان العصفور هنا يحمر. لسان العصفور خلاص تحمر، خلاص كده اطفي النار. انا قبل كده نزلت لكم يا بنات شوربه لسان العصفور بالدجاج، واتمنى انكم تجربوها لانها من ألذ الشوربات اللي دقتها في حياتي يعني. وسهله وسريعه وما تاخذ وقت. حتحصلوها في فيديو من الفيديوهات حقتي. وبرضو هذه من الشوربات اللذيذه. خلاص كده طفينا النار. هكمل البصل. هنا دبل البصل يا بنات، احط الثوم، وكده كمان دبل البصل والثوم. هحط الدجاج. الحين احط البهارات: نص ملعقة فلفل اسود، نص ملعقة كمون، ملعقة بديل الماجي او حبة ماجي، وملح. هنضيف الشوفان، 3 ملاعق شوفان. نحمس الشوفان شوية مع البهارات والدجاج ياخذ الطعم. الريحة ما شاء الله تبارك الله روعة. هنا احط الطماطم والصلصة. واحط لسان العصفور اللي حمصته. الحين ابدا اضيف المويه المغليه بالتدريج.
تقريبا ضفت 6 أكواب موية، وأتركها لما يغلي قوامها مع الشوفان. يعني تقريبا تاخذ لها بنات ربع ساعة تغلي. أغطي القدر وأتركها تغلي لمدة ربع ساعة وأرجع أوريكم كيف. شوفوا يا بنات الحين كيف قوامها صار. هذه بعد تقريبا ربع ساعة خلاص هذا القوام المطلوب. والريحة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء يجنن، ريحتها مرة حلوة. أتمنى تجربوها، ولا تنسوا إذا عجبتكم حطوا لي لايك واشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وإذا تحطوا لي تعليق كومنت أكون شاكرة.